عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل سمك النهارده. هم طلبوا سمك. ما شافوني عملته وصورته، قلت لهم اصلا انا دوت انا كنت جايباه صغير كده كنت هشويه، فهم ما كانوش هيرضوا بيه اصلا. فجبت لهم بقى سمك وهنعمله. هغسل بس الحوض الاول قبل ما احط السمك فيه. اغسله كويس برضو، اغسله قبل ما بعمل السمك وبعد ما اعمله برضو. استنوا بقى كده ونشوفه. انا بحط بس الحته دي عشان هو الحوض مكسور من هنا، مكسور من الحته ديت. اي ميه بنروح منزلها في الارض بيبهدل الدنيا. بس انا جبت سمك بولتي، جبت لهم سمك بولتي وجبت دولت فيليه عشان عبير هي اللي طالباه. انا جبت نص كيلو بس فيليه. ده فيليه الكيلو ب150 جنيه. انا جبت نص 75 جنيه اهو. وجبت دولت بولتي، هو على قدنا يعني على عددنا كل واحد سمكية. جبت دولة وجبت برضو نص جمبري. دوت برضو نص كيلو جمبري، هو انا جايباه متنضف جاهز. دولت نص كيلو، نص ب100 جنيه. هنضف بقى السمك. انا هشرب بس دولت عشان ما يتبخروش. هخلي دولت بس كده لوحديهم، هشطفهم ومش عايزين تنظيف يعني. بصي انت التقطيعه اللي انت تحبيها، يعني انت عايزه تقطعيه اصغر من كده قطعيه، عايزه تقطعيه زي كده قطعيه، يعني براحتك. التقطيعه دي اللي انت على حسب ايه الافراد اللي عندك، او انت بتحبيها تقطيعه كبيره عادي. انا ديت هي التقطيعه المناسبه عندنا هنا عشان كله ياكل منه، عشان تكفي كله. ماشي. انا دوت الاول هشطفه، هنقعه بس كده شويه الاول عشان ينشف. انا شطفته شطفه اهي. انا شطفته بس شطفه كده صغيره، وهحط عليه حبه دقيق. حبه ملح. ده انا
كده بنقعه يعني عشان ايه، هسيبه شويه وهعصر ليمون. بصي انت على قد ما تقدري اعصري على السمك ليمون عشان الزفاره، تضيعي الزفاره بتاعته. الحاجه الوحيده اللي بتضيع زفاره السمك او الفراخ هي الليمون. الليمون لا خلي، لا الليمون والدقيق. ماشي. ندعكه برضو كده، انا بحب ادعك الحاجه على الناشف الاول. حط بس عليه شويه ميه كده برضو. بس احنا كده دوت بقى نقعناه خلاص. هركنه بقى على جنب. هنضف بقى السمك دوت واحده واحده على ميه هاديه برضو كده تحت الميه. هنضفه واحده واحده. بصي لازم تنضفيه كويس لان اي حاجه سودا جواه. بصوا كده بتعين اي حاجه سودا جواه. انا بحب افتح برضو الحته اللي هي عند الديل دي عشان لما اجي احيق السمك ما يبقاش فيه حته دلع، يعني تبقى السمكيه من اولها لاخرها الحياء جواها. احنا كده هو بنضفها. هو انا اشوف الفرشه بس بتاعت السمك عشان هي بتسرع، يعني بتنضف كويس عشان صباعي برضو متعور من امبارح. بصوا انا بعرفكم بس ان انا هنضف السمكيه ازاي، وبرضو في هنا بيبقى فيه قشر برضو مهما هم ينضفوا مش زي تنظيفنا احنا. انا كده بصي السمكيه انا هرجع برضو بعد ما هنقعها بالملح والدقيق والليمون هعيد على غسيلها تاني. يعني انا كده بس بنزل السواد، اي سواد فيها. هعمل بقى السمك كله بنفس الطريقه وهوريهولكم. حطينا حبه ملح وحطينا وهعصر الليمون. انا هعصر ليمونه كبيره. هعصر برضو هعصر الليمونه كلها يعني عشان الزفاره. وهنحط برضو حبه دقيق. هندعك برضو غسلته كويس. وهنقعه برضو هحط عليه ميه. هحط عليه ميه برضو وهسيبه قد ساعه كده، نص ساعه كده ولا حاجه قبل ما احضر الحاجه التانيه. انا هحطه في حاجه واسعه بقى عشان ديت برضو مش عارفه انقعها فيه. هحطيه في حاجه اكبر عشان يعرف يبقى منقوع كويس. هننقعه بقى ونسيبه نص ساعة كده وهنعمل الحاجة اللي ورا. الحمد لله على السلامة يا عم حمزة. الحمد لله على السلامة. أنا قشرت
هنقطع بس بصلتين عشان نعمل بيهم الرز. معلش ان انا كل حاجة بعملها على الحوض عشان المكان اصلا المطبخ صغير. ربنا يوسعها علينا وعليكم يا رب. الحمد لله يعني بندبر نفسنا بيها لحد ما نمشي ان شاء الله. الشقة هناك كبيرة ان شاء الله، يعني المطبخ هناك اوضه اساسا كبير، فتبقى الحاجه براحتها الحمد لله. يعني احنا برضو هنا راضيين وهنا راضيين الحمد لله. انا هقطع البصل بقى واولع عليه وهحيق السمك. هنولع بس على البصله وهنغسل الرز. جدنا رخمه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. حط عليه حبة زيت وبتبقى لازقة على وشنا، مش عارفة انا. هنحمر بقى البصلة. حط حبة زيت تاني بس عشان الزيت قليل. سيبها تتحمر وهنغسل الرز. هنعمل التتبيلة بقى بتاعت المحشي. انا مقشرة الثوم، نحط عليهم حبة ملح. احنا هنعملها في الكبة وهنحط كمون. اشمعنى هتعملها في الكبة؟ ايوه عشان نحيق السمك والسلطة والحاجة. هنحط بقى حبة كمون كتار كده، وهنحط هريسة شطة انا عاملاها اللي انا عاملاها ديت. هنحط برضو حتة. ماشي. هنعصر ليمونة كبيرة. عايزة اجيب عصارة اللي هي بتاعت الليمون دي، لان انا والله الواحد اعصابه مش بقدر الواحد يدوس على الحاجة. ماشي. انا هضرب بقى كل دون في الكبة وهوريهم. حمر بقى البصلة كده. انا ما بحبش اغمق البصلة قوي، ما بحبهاش سودا كده في الرز. هنعمل تعالوا هنعمل الخلطة بقى، التتبيلة بتاعت البانيه اللي هي بتاعت الفيليه. حط 3 معالق او 4 كده دقيق عشان هعمل الفيليه والجمبري. هحط عليهم اللي احنا عاملينها ديت حبة منها. ماشي. دي بقى فيها التتبيلة كلها، فيها الثوم وفيها الملح والكمون ويعتبر شطة. وهنحط عليها بقى ايه المية لحد القوام اللي انت عايزاه. هي المفروض ولا تقيلة ولا خفيفة.
وطبعا عليها ليمون اكيد، احنا عصرين ليمون في الكبه. كل دوت كده. او بصي، هي في ناس بتنقع الفيليه والجمبري، بتنقعه في الملح والثوم والليمون والكمون والحاجات دي. بصي هي دي فيها كل حاجه، فاحنا مش هنعوز ننقعها ونرجع نعين تاني ونحط في الدقيق. لا، هي كلها بقى نقعه واحده. هي كده احيائها كويس، بس هي كده ناقصه بس نقطه ملح. ماشي. بس احنا بنعمل بقى ايه الحاجه كلها كده ورا بعضيها. عارفه ادام دخلت المطبخ خلاص، اعملي بقى ده وولعي على حاجه واعملي حاجه، ما تقفيش ما تعطليش نفسك. ماشي. احنا كنا ناقعين الجمبري والفيليه اهو. ماشي. انا هصفيه اغسله يعني، هشطفه بقى من النقعه ديت، نغسله حلو. ماشي. نصفيه. بص هو حتى منضفه يعني، وعين حتى البتاع اللي هي من في ظهر الجمبريه ديت. بص هي نضيف زي الفل اهو، مش مخلي فيه حاجه بصراحه، منضفينه تمام. عشان هو فيه كيس رمل كده في الظهر بتاع الجمبريه، فيها وفي ما فيهاش يعني. هنصفيه بقى في المصفى. اهم حاجه في السمك او في الحاجه اللي هي فيها زفاره، السمك الفراخ، اهم حاجه فيها الغسل. ادام انت غسلتيها كويس ونقعتيها كويس، الحاجه هتطلع منك حلوه. انما الحاجه بقى الزفره وكده بتحس بطعم الزفاره، الاكل طبعا ما بيبقاش حلو. الحاجه طبعا غاليه نار اساسا. مش عارفه بقى والله الواحد هيعمل ايه يعني، ربنا يرحمنا بقى. مش عارفين يعني الحاجه بقى هترخص تاني، ولا هي الحاجه هتفضل كده، الناس هتفضل تعاني كده يعني. ماشي. هنحطه بقى في التتبيله اللي احنا عملناها. تتبليه بقى كويس فيها. ده الدقيق بالتوابل كلها اهي. انا والله بشوف ناس كتير بتعمله، بتنقع يعني، بتتبل الفيليه او الجمبري، بتتبله الاول في تتبيله كده وتسيبه زي نص ساعه كده او ساعه، وبعد كده بتتبله كده. فهي تتبيله واحده بقى بالمره هنعملها. وهنسيبه بقى كده نص ساعة على الأقل يشرب ايه من الدقيق برضو كده ويهش. معلش انا نسيت اقول لكم برضو ان انا احط معلقة نشا اهو عندك اهو تحت البتاع ده. احط معلقة واحدة نشا. احط معلقة نشا عشان تبقى العجينة ايه تبقى هشة يعني كده وحلوة. معلقة نشا واحدة على 4 معالق دي، بص على حسب الكمية اللي انت هتعمليها اعمليها. وهنغطيه بقى كده، هسيبه بقى شوية عبال ما نخلص الحاجة اللي ورانا. احنا حمرنا البصلة اهي. بص هي دي الدرجة اللي انا عايزاها. في ناس بتغمقها عن كده بكتير، انا مش عايزاها غامقة عن كده اصلا.
هحط الرز. انا مش هسويه الوقت بقى، لما ايه نبتدي نقلي السمك هولع عليه، بس انا بحضره عشان ما يبقاش ورانا حاجات كتير يعني. انا كده حضرته اهوت، مش هيبوش يعني ولا حاجه، مش هيبوش. احنا حمرناه بس كده وهنركنه شويه، مش هغطي عليه الحله برضو. يعني انت لما تكوني محمره رز او حاجه، الرز ما تغطيش عليه الحله عشان ما يبوش، خليها عريانه بقى كده. ماشي، احنا هنطفي بس النار عشان احنا مش هنعمل حاجه على النار تاني دلوقتي. وهنشطف السمك برضو ده. غسل الحوض طبعا انا مريت ان انا يعني في اي اكل بعمله لازم بغسل الحوض، بنضفه كويس عشان ما يبقاش فيه برضو حاجه. ومنضفه السمك برضو قدامكم، بس انا بعيد عليه برضو عشان الملح والمحلول اللي احنا كنا ناقعين فيه. اهم حاجه زي ما قلت لكم تنظيف تنزلي اي زفاره منه. هي في ناس بتعين الراس بتاعت السمك، احنا لا ما بنعينهاش عشان احنا بنحبها اصلا. يعني احنا انا ولادي كلهم بيحبوا يسيبوا السمكية كلها وياكلوا الراس بتاعتها. كل واحد بقى على ما بيحب يعني. ماشي، هنضفه، هغسله وهصفيه وهنحيق السمك. تتبليه كويس بقى. ايش مش قادرة منها. عندكم برضو هتاكلوا سمك يعني؟ اللي عنده برضه يروح. كمان مروح. نشيل السمكية بتاعته وتنفع في يوم غير ده. دي بنتها يعني تعمل فيديو مخصوص تفضحنا فيه عشان اكل جعانة. دي كوكي. هي غريبة ساكتة، انت مأكلها؟ ساكتة ياما، هي بهدلت الدنيا في اول الفيديو اصلا. هي ادم ساكتة يبقى بتاكل. تعرفي كده. روحي يا ماما. هو على قد السمك بالظبط. الحمد لله اللي هي الدنيا خفت. ماشي، هنسيب بقى دوت كده برضو ايه شوية قبل ما نحضر السلطة. هنغسل الحاجة وهنحضر السلطة من فوق. الواد خد السكينة هاتيها لي منه بقى. بس المية كده. نضف بقى الحاجة دي كلها وهنقطع. انا مش هقطع حاجة بقى، انا هداني اللي قطعوها
عبال انا محضر الزيت والدقيق. هنضيفها بس كده نضفها لهم الاول لما بديها لهم ينضفوها هما، يرموا نص الحاجه، يرموا نص القطايه، نص الفلفل، هما معفرطين شويه. انا هنضفها لهم بقى كده الاول وهديها لهم يقطعوها هما، لان احنا بنقطعها حتت صغيره قوي يعني، متبقاش باينه في السلطه. لما تقطعي الحاجه بتاعتها كلها حتت صغيره بيبقى شكلها حلو اصلا. تحطيها على الرز، تحطيها تحطيها بقى مع السمك، بتبقى شكلها حلو يعني عن الحتت اللي هي الكبيره دي. ماشي، هنقطع بقى السلطه وهحضر الدقيق برضه معاكم. هنتبل البانيه بقى، هطلع الفيليه، هتبله كله بقى وهو والجمبري، وهحضره على الطاسه على طول. طبعا ايه مش هينفع نمسك الحاجه بايدينا، عشان ان مسكت الدقيق بايديكي هتلاقي ايديكي شالت الدقيق كله، ومش هتعرفي تتبلي كويس. كده بقى على الناشف. بصوا انا كده ايه اهوت، انا هتبل ده كله وهوريهولكوا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا حمرت ديت اول بص اهي. انا مش عايزه اطول بس عليكم اكتر من كده، الفيديو طول قوي اصلا، معلش. بس هو يعني هو طري ومقرمش في نفس الوقت. بصوا يعني احنا بنحبه كده، مش بنحبه ناشف كده ومكتوم، لا هو كده مقرمش وطري. هقلي بقى بقيته، وانا مولعه على برضو السمك اهو. ديت اول برضو مره اهو، انا لسه مقلبه بس عشان ما يتهريش. مولعه على الرز. هقلي بقى طاسه الجمبري برضو قدامكم. انا بوطي النار الاول، يعني انا موطيه النار الاول، وبعد كده اول ما ارصه في الطاسه هعلي عليه النار. هي مش عاليه قوي، هي العين دي اصلا مش عاليه قوي، ولا عاليه ولا واطيه، عشان ما يشربش زيت برضه. بصوا الجمبريه متبله وفي الدقيق كويس. انا اصلا انا ايديا متعوره، مش عارفه والله. كويس ان انا عرفت احط ايدي في ملح وثوم وكلام من ده اهوت. اول ما يبتدي يحمر هقلبه على الوش التاني وهوريهولكم. خلصنا الاكل اهو. ايه يا سلمى؟ انتوا فين؟ فاهم؟ منصور مساعد الطوبي رجع يا فندم. يلا. بصوا يا حبايبي الفيليه اهو. بصوا هو عليه طبقه ازاي. بصوا كل دي طبقه الخلطه اللي انا عاملاها اهي. ماشي، والجمبري اهو برضو. بص الطبقه برضو عليه السمك اهو. وعملنا رز وعملنا السلطه قدامكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما طولتش عليكم، واشوف وشكم بخير. بحبكم في السلام عليكم.